النهاردة بقى هنعمل مع بعض كوبيبة من غير ولا حبة برغل. هنعمل مع بعض كوبيبة اللحم بدون برغل، وإن شاء الله الطريقة دي تعجبكم قد إيه سهلة وبسيطة. بس الأول نسمي الله ونبدأ في الخطوات. ويا جماعة مش محتاجة أفكركم بدعمكم للفيديو ده، أحلى دعم من أحلى متابعين. ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم وشير في كل حتة عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين. زي ما انتوا شايفين كده أنا فرمت البصل في الكبة، بحاول افرمه انعم حاجة ممكنة، عشان كده عمالة احرك الكبة يمين وشمال عشان يبقى ناعم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاخد من البصل دي كانت تقريبا بصلتين وسط او بصلاية كبيرة قوي. خدت تقريبا نص البصلاية وهسيب النص التاني في الكبة. هجيب نص كيلو من اللحمة المفروم، هاخد نصه واحطه في الكبة والنص التاني هعمل بيه العصاج. انا عندي على فكرة جزء تاني من اللحمة المفرومة هحطه تاني في الكبة، بس هتيجي في لقطة بعد كده. المهم ان ربع هيكون للعصاج والربع التاني هيكون للكفر او الغلاف بتاع الكوبيبة. هنحط البهارات بتاعتنا بقى: الملح والفلفل الاسود، بودرة البصل، بودرة الثوم، الزنجبيل البودر والبابريكا، وهنكتر منهم شوية، يعني معلقة صغيرة تقريبا على الربع كيلو. ليه بقى؟ علشان الكفر اللي بره ده او القشرة اللي بره دي هتبقى يعني النكهة بتاعتها ضعيفة نظرا للبقسماط اللي احنا هنحطه. هنستبدل بديل للبرغل البقسماط. هحط 5 معالق كبار من البقسماط. وعلى فكرة الملح حطيت معلقة صغيرة بس من الملح، سوري، نص معلقة صغيرة من الملح علشان ما تبقاش مالحة معاكي قوي. المهم تضربيها لغاية ما تبتدي تتكتل في حتة واحدة من الكبة، وبس كده بقت عندي القشرة بتاعت الكوبيبة او الكفر الخارجي بتاع الكوبيبة جاهز. شايفين؟ ما تفرقهوش تماما عن اللي بالبرغل. تعالوا بقى نعمل العصاج مع بعض، وبرده العصاج فيه كده تكاية مختلفة عن العصاج بتاع الكوبيبة العادية. هجيب بقى كمية البصل اللي أنا شلتها اللي هي نص كمية البصل، وهحطها في معلقة كبيرة من الزبدة مع شوية من الزيت. شوحتهم بالمنظر ده ونزلت بربع كيلو لحمة مفرومة. ايدي فيه طبعا ما سيبهوش، واقلب فيه لغاية ما يتحول معايا للشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. لو سبتيه ورحتي تتكلمي في التليفون ولا حاجة بص تلاقيه كتل منك ومبقاش احسن حاجة. احنا عايزينه يبقى مفرول بالمنظر ده. حطيت سنة من القرفة ونص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهقلب بهاراتي مع العصاج. التكاية بقى هي إن بحط تقريبا يعني كبشة إيد كده من الزبيب، وأقلب الزبيب وكبشة كمان من الفول السوداني. لو عندك برضو لوز او بندق او اي حاجة مكسرات حابة تحطيها حطيها. كده العصاج عندي جاهز، الكفر بتاع الكوبيبة جاهز عندي. الطريقة العادية بقى اللي بتصبعي بيها الكوبيبة او بتعملي بيها الكوبيبة زي ما انتوا شايفين كده. بحط في ايدي واحاول اعمل طبقة رقيقة، واخدهم زي البقجة كده يعني بعملهم بالمنظر ده. في ناس بتعمل بوزين، بوز من هنا وبوز من هنا، انا بحب اعمل بوز واحد بس من حتة واحدة، ومن الناحية التانية بتبقى تخينة بالمنظر ده. تمام. هعمل بقى كل الكمية بالشكل ده، وبعدين نروح نقليهم مع بعض، وهوريكم درجة الحرارة المظبوطة لقلي الكوبيبة. على فكرة تقدري في المرحلة دي تشيليها متفرزة في الفريزر وتطلعي على الاستخدام بس. اول ما بحط حته صغيره كده من عجينه الكوبيبه الاقيها طفت على السطح، وتبقى درجه الحراره الزيت عندي تمام ومظبوطه. هنزل زي ما انتوا شايفين، هتلاقوا الكوبيبه بيبقى فيه حوالينها زي فقاقيع او يعني بتفور فوران كده حواليها، هي دي الدرجه المظبوطه عشان ما تشربش زيت. دايما في مشكله مع الكوبيبه مع الناس ان الغلاف الخارجي ده بيشرب زيت كتير. الحل انك تحطيه في درجة الحرارة المظبوطة. ما قلبهاش بقى غير لما تاخد لون من تحت. دلوقتي بقى تعالوا نقدمها ونشوفها مع بعض. ايه رأيكم بقى في المنظر ده؟ محدش ابدا يقول ان الكوبيبة دي بدون برغل. ما شاء الله تحفة جدا. خدت لكم واحدة صغيرة كده كانت يعني متبقية علشان كده هتلاقوا الحتة صغيرة تخينة، يعني حتة من تحت تخينة وحتة من فوق رفيعة.
شايفين العصاج من جوه. هوريكم برضو الفول السوداني بقى والزبيب، بيخلوا الطعم غني جدا بجد. هتعجبكم جدا، جربوها واكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه. ألف هنا وشفا ومع السلامة.